هل فعلا الجامع ده اتبنى من حجارة الأهرامات؟ أهلا بيك من درب سعادة بالقاهرة، بحييك. دايما بحب أنزل الصبح بدري ألف في الشوارع واكتشف المختفي بين الحواري، وفعلا لقيت تحفة معمارية. الجامع ده ركز معايا مكتوب ايه هنا: امر بانشاء هذه المدرسة المباركة العبد الفقير الى الله الامير اسنبغة بن بكتمر البوبكري 770 هجري. فتخيل تاريخ الجامع ده من امتى، ورغم ان النص ما كانش واضح قوي بس حاولت اقراه. اسنبغة كان مملوك وجه مصر وهو صغير ايام السلطان قلاوون، وقدر يوصل انه يبقى اتى بك يعني امير المماليك الحربيين، حتى يظهر على السبيل هنا علامة السيف ومعناه انه كان امير حربي. الجامع كان مبني من حجارة مستخرجة من هضبة الجيزة، نفس اللي استخدمت في بناء الهرم، وبيقال انها من نفس حجارة الاهرامات، لان في العصور دي كان عادي جدا ان امير يفكك حجارة مبنى قديم ويستخدمها في البناء تاني، ويمكن محمد علي نفسه عمل كده. هنلاقي هنا تجميع لكذا نوع من العمارة: مسجد ومدرسة وسبيل مياه شرب كخير للناس. والسبيل هنا هنلاقي فيه حاجة حلوة جدا، انه ما كانش مخصص للناس بس، ولكن كان فيه مكان كمان للدواب، وفوق السبيل كان فيه كتاب لتعليم الاطفال. هتحس اللحظة انك رجعت لعصر المماليك من تاني، وشفت المباني بتاعتهم اللي كانوا بيبنوها. والمكان موجود في درب سعادة بالقاهرة، وسعادة ده اللي هو سعادة بن حيان، واحد من الشخصيات المهمة اللي كان عايش ايام المعز لدين الله الفاطمي. هحكي لكم عنه بعدين. انا لسه مكمل رحلتي بين الحواري والشوارع في مصر، فلو بتحب الاماكن القديمة والسفر ما تنساش اللايك والشير والفولو.